ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد من قناه شندو الاهلاوي. هكلمكم النهارده على اخر اخبار النادي الاهلي. طبعا احنا بعد مباراه باتشوكا المكسيكي احنا اتغلبنا طبعا بضربات الجزاء، وطبعا السبب في هزيمتنا هو كهربا. بصوا يا جماعه، انا ما عادش عايز حد من الزمالك، ولا مش عايزين اي حد من الزمالك تاني. لو احنا بنفكر عايزين زيزو، لو ما بيقولوا نفسنا زيزو والزمالك، مش عايزين حد من الزمالك. الزملكاويه بيجوا عندنا بيبوظوا لنا دماغنا، بيبوظوا دماغ اللعيبه. فاهم انت؟ شوف انت، محمود كهربا بيعمل زي شيكابالا، عايز ياخد لقطه، جت فوق نفخنا احنا في الاخر. بص احنا لو كان كهربا، بص ورب الكعبه، لو كان حطها في نص الجون كده خلاص كان اخدنا البطوله، اخدنا كاس التحدي. هنلاعب ريال مدريد يوم ايه؟ يوم الاربعاء، يوم 18 ديسمبر 2024. لكن عشان ياخد لقطه بقى ني 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 راح احنا لابسين. دخل عمر كمان راح مضيع. خالد عبد الفتاح برضه التفكير معرفش بص اي حد بقول لك ايه يقول لك انا عايز العب في الزمالك، مع السلامه، ما تلعبش الا في النادي الاهلي. النادي الاهلي وبس، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اللي دماغه ديت شمال ما يلزمناش، ما يلزمناش يا عم الحاج. يا جماعه اللي بيجي لنا انت شايف امام عاشور جالنا من الزمالك ايه؟ بص اللي مش عاجبه كلام يخبط دماغه في الحيطه من اخر يعني. قاعد ما برضه مشاكل ووجع دماغ وغرامه مليون جنيه وهري السنين. لا يا عم الحاج، احنا معانا نظام، احنا ماشيين بنظام، ما نغيرش النظام بتاعنا. عشان ما عادش عايزين حد من الزمالك. تقول لي عايزين زيزو، مش عايزين حد من الزمالك، ملوش لازمه. حتى لو هو اهلاوي، حتى لو هو اهلاوي، بدل ما راح الزمالك فكنا يا عم، مش ناقصين قرف يا عم. ادينا دلوقتي ايه؟ محمود كهربا اول حاجه اقول لك، اول خبر اهو. محمود كهربا بيقول لاداره النادي الاهلي والنادي الاهلي لو انتوا عايزين تمشوني مشوني، بس مشوني ايه يعني؟ استغنى يعني، مش اروح في اي حته. هو طبعا مش هيروح الزمالك، ما ينفعش يروح الزمالك، لكن هو بنسبه مليون في الميه لو مشي من النادي الاهلي عايز يروح يتفاوض مع بيراميدز. واحنا يا عم مش عايزينك يا عم، من اخر يعني. يا عم انت على دماغنا من فوق، ربنا يصلح حالك ويكرمك، بس يا كهربا ما ينفعش. يا كهربا اللي انت بتعمله فينا ده يا كهربا ما ينفعش. يا كهربا، يا كهربا انت جالك فرصتين في الماتش بتاع بتشوكا، يعني رفع عرضيه حلوه لازم يعني تعملها دبل كيك، راح تعملها كده شويه بلازرات، راحت الفرصه ضايعه. كهربا ما كانت بدماغك ولا اعمل اي حاجه غير الدبل كيك. هو انت ايه يا عم الحاج؟ لازم اللقطه مالهاش علاقه بالدبل كيك. لو اسامه ابو علي كان دخلها جون، لو انا كنت دخلتها جون يا عم. ده حتى انت عملت دبل كيك اساسا شكلها مسخره. كهربا الكره الثانيه امام عاشور اداها لبيرسي تاو. بيرسي تاو لما نزل اساسا، اول ما نزل بصراحه انا مش معاه يعني، هو يمشي لان بيرسي تاو ماتش كويس وباقي لا. وبعدين هو بيرسي تاو بيلعب كان يوابق، نزل عمل حماس شويه بس يعني عشان هيمشي، عشان عايزين نمشيه. فاهم انت؟ امشي كده حاجه حاجه يعني. فبيرسي تاو ادى الكره هو والجون، هو والجون، ده جون يا عم. وكان لو كان جابها خلاص الموضوع انتهى، ولا راح لذات ضربات جزاء ولا نيله. لكن انت بتحسسي يا عم انت بتعمل ايه؟ لا منها شوطه ولا منها لب ولا منها باظ، ما تفهمش انت بتعمل ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ كهربا فينا. فيا عم امشي، مش عايزينك يا عم، انا مش عايزك يا عم. فاهم انت قصدي؟ وبعدين ضربات الجزاء طبعا هو اتبرجل، خالد بوظ يعني، ضيع ضربه الجزاء يعني ايه؟ يعني اللعيبه نفسيتها باظت وعملت مشكله اساسا. تعالى بس حاجه كده، يعني انت مثلا طبعا الشناوي جابك ومش عارف طبعا وحضنك ومش عارف ايه، واهدوا يا جماعه ومش عارف. راح واحد من الشناوي يعني، حتى الشناوي طلع اعتذر مع ابراهيم فايق وقال له الناس الجماهير فهمت غلط، ده هو واحد شتمني شتيمه مش حلوه خالص. فهو قاعد يقول لك يا عم خلاص انا همشي. فالناس فهمت اللي هو بيقول لك انا همشي من النادي الاهلي. فاهم؟ فاخد بعضه وماشي. حصل تاتش بسبب برضه كهربا ما اعتقد يعني، ما هو بسبب لان كهربا هو اللي بهدل الدنيا. لا احنا مصدقين ان احنا اتهزمنا، ولا حتى لعيبه النادي الاهلي مصدقين ان هم هيتهزموا. حتى اسمه ايه، مروان عطيه مش مصدق، بيقول لك انا اسف اعمل لكم ايه؟ انا مش مصدق يا عم، احنا مش مصدقين يا عم، انا نفسي مش مصدق. احنا مسيطرين الشوط الاولاني، احنا مسيطرين الشوط الثاني، الثالث والرابع احنا مسيطرين، اوقات الاضافيه حتى في ضربات الجزاء احنا مسيطرين. الشناوي صد كوره، الكوره الثانيه طلعت بره، الشناوي مع كل كوره ورب الكعبه في كورتين الشناوي كان هيجيبهم خلاص. في كوره خبطت في ايده ودخلت، وبرده كوره قبلها كده نفس الكلام. تخش انت الكهرباء بمنتهى ايه ده يا عم؟ انت مش عارف انت بتشوطها ازاي؟ شوطها في النص يا عم، شوطها في النص. ما يبقاش انت لعيب كوره وما تعرفش تشوط ضربه جزاء. برضه لو انت تفتكر كنا احنا مكان الكهرباء في الزمالك،
كان كهربا في الزمالك، كان جالهم، كان هم كسبانين 1-0، فهو جاب ضربه جزاء، اعتقد كان احمد فتحي دخل عليه فاخد ضربه جزاء، كهربا اصر اللي هو يشوطها، المدرب كان بيقول له، مش فاكر المدرب كان، انا فاكر المدرب كان اقرع كده بس مش فاكر بالظبط مين، مش فاكر مين، بس مش فاكر اسمه، بس مدرب الزمالك اصر اللي هو يشوطها، كان المدرب مش راضي اللي هو يشوطها، شاطها صدها اكرام، مش اكرام صدها، المدرب قال له انا قلت لك الشوط، انا قلت لك ما تشوطش انت، انا قلت لك، وخلى الزمالك يوميها يتغلب 3-2، يبقى الزمالك يتغلب 3-2، يوم رمضان واقف صبحي واقف على الكوره، وحصل تاتش بينه وبين حازم امام فاهم انت الزملكاوي يعني، وبعد كده ايه تبديل رمضان صبحي، وبعد كده احنا كسبنا 3-2، فانت برضه السبب كهربا، فليه يا عم؟ يا عم لو الجماهير قالت لك شوط انت ما تشوطش انت، نفسي اعرف ليه مثلا عمرو السوليه ما شاطش الشوطه دي؟ ليه مثلا؟ انا مش فاهم يعني، ما علينا يعني، لان موضوع كهربا زي ما قلت لك هو عايز يروح بيراميدز، بس الاهلي ايه استغنى عنه خالص، واحنا مش عايزينك يا كهربا يعني، ربنا يصلح حالك يا كهربا. نيجي لحاجه ثانيه، في كلام كبير عن صفقات للنادي الاهلي، اعارض حمدي فتحي للنادي الاهلي عشان كاس العالم للانديه، بس طبعا كويس ان حمدي فتحي يجي النادي الاهلي في سبيل الاعاره عشان كاس العالم للانديه. في برضو عندك برضو محمد عبد المنعم، بس برضو هيجي عشان كاس العالم للانديه، بس بنسبه ضعيفه يا جماعه، مش بنسبه كبيره. ليه بقى؟ لان كاس العالم للانديه يبقى يعني يبقى شهر من 5 ل6 حاجه، فاهم انت؟ في الصيف 2025، فيبقى لمده شهر ونص حاجه زي كده يعني. فالمهم ايه، اساسا هو يعني في النادي بتاعه الفرنسي بياخدوا يعني الدوريات بتخلص من ايه في شهر 5، وهم بياخدوا راحه لغايه مثلا ايه، لغايه لما ايه شهرين كمان، فاهم انت؟ لغايه لما الدوري ايه يبتدي بقى، فاهم انت؟ الدوري بتاعهم الجديد يبتدي، مش عندهم التحامات زي اللي عندنا، هبل زي اللي عندنا، لا ده هم عندهم لازم ايه في تظبيط مواعيد وحاجات من ديت. فهو المفروض ياخد الراحه، هو هيخلص في شهر 5 كاس العالم هيبتدي، طب انا دي راحتي، فانا اروح العب، فهيقعد يلعب شهر، فاهم انت؟ او شهر ونص، فيجي يرجع من هنا بقى، يقوم رايح بقى لبلد بقى للنادي بتاعه، فاهم؟ الفرنسي، فيلعب، فالمدرب يقول له لا انت هتاخد راحه غصب عننا، لا انت لازم تلعب معانا، فمفيش راحه، فكده كده يا محمد عبد المنعم هيبقى ايه ارهاق، فالمدرب بتاعه ما اعتقدش يوافق يعني، فبنسبه كبيره محمد عبد المنعم مش هيكون مع النادي الاهلي. انا اتمنى يكون محمد عبد المنعم في كاس العالم مع النادي الاهلي يعني عادي، بس هي صعبه شويه يعني، والله اعلم يعني. نيجي لمحمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه عنده رغبه كبيره اللي هو يلعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، هو محمود تريزيجيه بيلعب في الريال القطري، بس انا نفسي والله يا جماعه لو انت عايز محمود تريزيجيه تشتريه، بس طبعا صعب النادي الاهلي يشتريه، لان ماهيه محمود تريزيجيه 3.5 مليون دولار، بس بنسبه كبيره جدا 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 محمود تريزيجيه هيلعب في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. نيجي بقى لإليو ديانج واحمد عبد القادر، بص الاثنين دول ما كانوش المفروض يمشوا من النادي الاهلي خالص، ولا إليو ديانج ولا احمد عبد القادر، ماشي؟ بس الاثنين طبعا بيلعبوا في الانديه بتاعتهم في الاعاره، فاهم انت قصدي؟ فيا لو اللي هو الاهلي عايزهم يعني، في ناس بتقول لك الاهلي عايزهم يعني هيشتروهم، مش هيخلي الانديه بتاعتهم يشتريهم، هيرجعوا تاني للنادي الاهلي، بس لسه مفيش كلام يا جماعه، مفيش كلام خالص اللي هم يرجعوا للنادي الاهلي يعني، بس انا اتمنى ان هم يرجعوا للنادي الاهلي. إليو ديانج في نص الملعب ما ينفعش يتعوض يا جماعه، ما ينفعش يتعوض. وعندك احمد عبد القادر طبعا مكان حسين الشحات، لو كان موجود في ماتش باتشوكا كان عمل لك شغل كبير قوي يا جماعه. احمد عبد القادر عنده هو انرجي شويه، بس عنده اللي هو يرقص، يعمل لك، فاهم انت؟ يعمل لك شغل في نظر احسن من حسين الشحات يعني، لان حسين الشحات في ماتش باتشوكا يعني انت يعني كان وحش قوي يا جماعه بصراحه يعني، ما كانش عارف يمرر يعني، في ناس بتقول لك هو كان حلو، يا جماعه ما كانش حلو، هو اساسا تفكيره في الملعب مش حلو، بساطته مش حلوه، لمسته مش حلوه، فما كانش عاجبني حسين الشحات في ماتش باتشوكا يعني. نيجي بقى ان في كلام كبير ان النادي الاهلي عايز يشتري اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الشمال القطري، هو عنده 34 سنه، وانا يعني بصراحه يا جماعه انا عايز اقول حاجه بس يعني ما يعني احنا بحسس ان انا بكرر نفس فكره موديست، اللي احنا جبنا موديست بفلوس وما عملش اي حاجه، ما قدمش اي حاجه للنادي الاهلي. يا جماعه احنا عايزين نقع في لعيبه
يعني انت هتجيب واحد عنده 34 سنه يعمل لك ايه؟ خلاص بقى في اخره بقى يا جماعه بقى. يا جماعه احنا عايزين لعيبه ايه؟ لعيبه تقيله، لعيبه سنها صغير، لعيبه تعمل لك شغل في الملعب. لكن انت عايزه ليه؟ انا مش موافق على الصفقه دي يا جماعه خالص يعني. لو حتى لو الاداره عايزه، انا مش عايز. احنا عايز يا جماعه، احنا عايزين ناس تقيله. ليه مثلا ما تتفاوضش مثلا يعني مع في كلام برضو محمد بن رمضان؟ ليه ما تتفاوضش معاه تاني؟ انا عايزه في النادي الاهلي محمد بن رمضان. ليه ما تتكلمش معاه تاني؟ هو في كلام اللي يعني هو اللاعب محمد بن رمضان عايز النادي الاهلي، بس لسه الاهلي ما قررش. لسه اداره النادي الاهلي ما قررتش، لسه ما قرروش يعني. فانا عايز محمد بن رمضان، ما تجيب محمد بن رمضان لاعب حلو وكويس و100 100. نيجي بقى على تجديد اكرم توفيق. اكرم توفيق عايز 20 مليون جنيه. ولسه النادي الاهلي بيشوف يعني. طبعا اللاعب بياخد 7 مليون، فاهم انت؟ حتى مروان عطيه بياخد 7 مليون. ده اللي انا يعني بحثت عنه وشفته يعني. فانا عايز اسال بس سؤال واحد بس: ازاي اكرم توفيق ومروان عطيه بياخدوا المبلغ ده 7 مليون؟ ماشي. وعندك اللاعب اللي احنا جايبينه اللي احنا قاعدينه دكه يوسف ايمن بياخد 30 مليون. طب ازاي يا جماعه يعني؟ ازاي يعني احنا مثلا بندفع 30 مليون ليوسف ايمن اللي ما بيلعبش خالص خالص؟ هو ما نزل مثلا 10 دقايق ولا 5 دقايق، ما كملش حتى. وبندي لمروان عطيه واكرم توفيق اللي صخره في نص الملعب ما نديهمش فلوس حلوه يا جماعه. ده هما الاثنين دول مروان عطيه واكرم توفيق عملوا شغل جامد جدا 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 في ماتش باتشوكا. هما اللي كانوا حاملين نص الملعب. هما بص، عايز اقول لك على حاجه: مروان عطيه واكرم توفيق هجوميا مش حلوين، لكن صخره في نص الملعب، صخره في نص الملعب. فاهم انت قصدي؟ واقفين زي رجاله، واقفين في الرجاله. فانت تدي لواحد قاعد بياخد 30 مليون جنيه يوسف ايمن واثنين بيلعبوا وعاملين ورجاله في الملعب بياخدوا 7 مليون؟ مش عارف ازاي يعني. ماشي. برضو عندك رضا سليم. رضا سليم قاعد ما بيلعبش وعشان الوقت ما يشوه. هم عايزين يمشوا الوقت رضا سليم. الرجاء عايزه باين والوداد عايزه باين. فاهم انت؟ فرضا سليم قاعد بياخد مليون جنيه، 50 مليون جنيه. رضا سليم قاعد بياخد 50 مليون جنيه واللي بيلعبوا بياخدوا 7 مليون. في كلام كبير قوي ان رضا سليم هيمشي من النادي الاهلي. بس انا في نظري يا جماعه ما نمشيش رضا سليم. رضا سليم والله كويس وجميل وحلو، نلعبه في مكان طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. انت ماشي بيرسي تاو وخلي رضا سليم موجود، ما تمشيش رضا سليم. هو بيحب المكان ده، هو عايز يلعب كتير. انا مش فاهم كولر ايه مش داخل معاه ليه رضا سليم، مش فاهم انا يعني. على فكره كولر بيهرتل. انا مش فاكر يعني، مش فاهم يعني ايه. كل ما افتكر التبديل ده، بص انا قلت ايه: هو هينزل محمود كهربا، يبقى اذا هيلعب بمحمود كهربا واسامه ابو علي. انا عمري ما توقعت خالص اللي يطلع اسامه ابو علي. يا رب ازاي يا كولر انت بتطلع؟ مش فاهم. اول ما حتى اسامه ابو علي قاعد يقول لك ايه: انا اطلع. راجل محترم وراجل مؤدب. يا عم انت شايف يا عم اي واحد بيطلع مثلا؟ ده كان حسام غالي باين يعني تبديل مكان تبديل في كان بيلعب في انجلترا، رمى التيشيرت وكده ومش عارف ايه. عندك مثلا واحد عارف اللي بيرمي التيشيرت، عندك اللي حصل في بتاع المنصوره، فاهم انت؟ واللي كان من قريب ده مسك المدرب ضربه. ماشي انت فاهم انت؟ في ناس كتيره نفس الحكايه لما بيطلع يقولوا انت ويمسك في بعض ويزعقوا في بعض. انت شايف حسام ميدو بتاع الزمالك لما حسن شحاته بيطلعه كان هيمسكوا يضربوا في يوم ماتش المنتخب، كان كوت ديفوار ومصر، يوم ما عمرو زكي جاب الجون، فاهم؟ جاب الجون الفوز. فشوف انت، لكن الراجل محترم، راجل محترم، واسامه ابو علي ده محترم. فقال لك انت بيطلعني انا مستغرب ده اسكان واسامه ابو علي احنا نعمل احنا ايه؟ هو مارسيل كولر كان بيفكر في ايه؟ انا مش فاهم يعني بصراحه. فكولر بيهرتل، مش مقتنع برضا سليم، مش مقتنع باحمد عبد القادر، مش مقتنع باليو ديانج. انا مش فاهم ازاي يعني. حتى برضه احمد القندوسي نفسي اعرف ده مشي ازاي من النادي الاهلي. يعني ليه القندوسي يمشي برضه من النادي الاهلي؟ انا مش فاهم يا عم. والله العظيم حلو، ما هوش وحش. ما اعرفش في لعيبه كده بتمشي من النادي الاهلي بتسيبوا الوحشين، بتسيبوا الوحشين وبتمشوا الحلوين. حتى الصفقات اللي بتجيبوها لنا مش حلوه. يعني يحيى عطيه الله مثلا جنب يعني علي معلول، ما هوش حلو يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله ياخد مثلا ايه؟ اقول لك كام مثلا؟ 5%. لكن علي معلول ياخد مليون في المية يا عم. مفيش فرق يا جماعه.
يحيى عطية الله جنب علي معلول صفر على الشمال. ماشي. عندك مثلا مين؟ انت بتجيب لي من ثقافات، انت كنت جايب لي موديست، مش عارف جايب لي موديست ليه؟ فانت بتجيب لي صفقات غريبه، وبتجيب لي صفقات وبتقعدهم ما بتلعبهمش. مثلا عندك يوسف ايمن ده ما بيلعبش خالص، فجاي ولايه رضا سليم جاي وما بيلعبش خالص، وهو عايز دلوقتي تمشيه مع انه حلو مش وحش. جايب لي صفقه بيرسيتاو اساسا ما بيعملش حاجه من النادي الاهلي، هو صفقه بيرسيتاو ما بيلعبش الا مع لما يكون قدام الاسماعيلي تلاقيه متالق، لكن غير كده ما فيش. حسين الشحات يا جماعه ورب الكعبه ماشي، حسين الشحات حلو بس مش في كل الاوقات. تلاقيه بيلعب لك ماتش و10 لا، جايبين برضه ملايين وعايزين نجدد له ويجيب لي الحاجه والدته. يا جماعه احنا عايزين لعيبه تلعب، عايزين لعيبه تلعب يا جماعه. في حاجه برضه انا عايز اقولها برضه يا جماعه، ليه مثلا ما نتكلمش مع محمد شريف؟ محمد شريف اساسا اللي كان بيلعب في النادي الاهلي رافض، اللي كان اساسا يعني محمد شريف دوت اساسا يعني بيتالق في ماتش الزمالك، يعني هو لازم لازم يجيب جوان في ماتش الزمالك. محمد شريف لازم يعني يكون موجود دلوقتي مع وسام ابو علي، والله العظيم الاثنين هيتنافسوا مع بعض. محمد شريف لما يشوف وسام ابو علي كده هيبقى احسن منه. مكان كهربا ماشي، كهربا هات محمد شريف، لكن ما فيش حد بيتكلم مع محمد شريف. ومحمد شريف اساسا هو رافض بكل السبل الزمالك وبيراميدز، مش عايز يروح ولا ده ولا ده. نيجي بقى لاشرف داري مدافع النادي الاهلي. الاهلي قال لك لو اشرف داري تاني اتصاب هنمشيه، مش هنكمل مع النادي الاهلي. بس ملخص الكلام يعني خالص. وانا شايف ان هو بيتصاب كتير، احنا ايه بدل الاستفاده حاجه جايبين لاعب بيتصاب كتير، فنمشيه خلاص بقى. اما علي معلول فعلي معلول يعني ايه فاهم انت، يعني هيرجع تاني وايه وجاهز للعب ان شاء الله يعني. ده كل الاخبار بتاعت النادي الاهلي النهارده. انا اتمنى ان النادي الاهلي يعني طبعا يعني يصحح من اخطائه، مارسيل كولر ما يهرتلش في الملعب، ما يقعدش يالف في مباريات مهمه زي مثلا كاس التحدي اللي لعبناه قدام باتشوكا. التبديلات اللي عملها الغريبه، الله لك يحيى عطية الله، وبعدين يودي اخ خالد عبد الفتاح مكان عمر كمال، وعمر كمال يجي مكان يحيى عطية الله، وينزل ويطلع وسام ابو علي وينزل لك كهربا. هي هري في اي بتنجان، تبديلات دمرت لنا خلاص، تبديلات خلتنا نوصل لضربات جزاء. انت في حساباتك انت قدامك دلوقتي هم ضيعوا كورتين واحنا جبنا كورتين، وبعدين هم جابوا جون واحنا جبنا جون. فانت الرابعه ديت ما كانش تخلي كهربا، حتى لو هو كهربا يشوط الشوطه ديت او ده ميعاده، لا تبدل، خلي عمرو السوليه يشوط، خلي اي حد تاني يشوط غير كهربا. انت خليت كهربا يشوط، ضيع لك كل حاجه. دخل بعد كده عمر كمال ضيع، بعد كده حتى عمر كمال هو لما ضيع بيبص للنجيله. انت بتبص ليه يا عم؟ انت بتروح يعني حاجتك على النجيله؟ لا انتوا مش مركزين يا جماعه، انتوا يعني مش عارف اقول ايه يعني. دخل خالد عبد الفتاح شاطها قنبله ذريه بوم، جت في العارضه، جت في العارضه يا عم. حاجه قله ادب في قله ادب. طبعا يعني انا زعلان، او لا قدر الله ما شاء فعل اللي جاي يحصل للنادي الاهلي. وكل ده كله كده في الموضوع. طبعا المباراه الجايه للنادي الاهلي هتكون قدام شباب بلوزداد الجزائري يوم 22 ديسمبر 2024، 22 12 2024، وهتكون الساعه 6 بتوقيت مصر. لو عجبك بقى المحتوى بتاعي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بنزله. كان معاكم شندو الاهلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.